متعودة يوميا الصبح أمشي. أكو شكل منطقتنا في الدويرة، يعني تكمل تطلع من عندها تكمل ترجع لنفس المكان، ويعني تاخذ وقت زين والمشي بيها كلش مريح. صار لي أيام كل ما أطلع الصبح أشوف حيوان شوية غريب أسود يعني مخيف، ففعلا أخاف أو أوقف، بس هو رأسا يفوت للغابة. مرة ثانية هم طلعت مشيت، هم شفت اثنين اسود، يعني حيوان اسود انا ما شايفه هذا الشكل قبل، بس كانوا دا يركضون بالغابه. اليوم انا ودا امشي شفت صغار وواحد هم اسود غريب وركض للغابه، فاني شويه يعني تراجعت لان الحيوان كلش مخيف يعني شكله. فجتي وحده وقفت بالسياره قالت لي اكو هنا يسموه سفين جريس، يعني الخنزير المتوحش هذا الخطر يمكن يهاجم. فأنا رأسا رجعت وقالت والله الواحد ثاني هم قالت له اكو هنا حيوان متوحش. فأنا رجعت اختاريت غير طريق امشي بيه، لانه يعني يكون جانب السيارات حتى لا يكون اكو خطورة. بس أنا اللي لاحظته ويا طريق طلعتي الصبح والحيوانات كلها، يعني هذول اللي يقعدون من الصبح حتى يروحون ياكلون أغلب الحيوانات تخاف من الإنسان، يعني تخاف وتوقف وتنهزم، يعني عندها شوية رعب من الإنسان. ولاحظت هم شي ثاني، الحيوان أبدا ما يبصق على الأرض، يعني ما عنده هاي اللقطة اللي صايرة كلش منتشرة. من يمشون، يعني يمشون يم الناس، تشوف انه اكو ناس يمشون يم الناس ويبصقون على الارض، حتى ماكو احترام للمارة. حتى ذاك اليوم انا امشي ويا صديقتي وبتها وثلاثتنا وبار من يمنا رجال، بصق على الارض دون حتى ان يقيم اعتبار للناس الموجودين كلهم بالمكان. فهاي المنطقة اللي كنت امشي بيها يوميا اللي هي يم الغابة، وانا احب امشي يم الغابة، خلص راحت من عندي هاي الفترة، لان بعد ما راح ارجع، لان صار لي يمكن 4 مرات اشوفه هذا السفين جريس. فيعني حلو الحيوانات، هم مثلا عندها هيبة من الإنسان، بس الإنسان ما عنده هيبة للإنسان نفسه.